قراءات أثرية. قراءات أثرية من إعداد حسانية محمد. تقديم منى الشربجي. مونتاج وإخراج محمود وليد. المرأة المصرية قبل العالم أجمع كانت قاضية، طبيبة، ملكة. حقوقها كانت مساوية تماما للرجل. قال نجيب محفوظ: مصر ليست دولة تاريخية، مصر جاءت أولا ثم جاء التاريخ. من أقوال المصريين القدماء عن المرأة: علموا المرأة يتعلم الرجل ويتعلم الشعب. المرأة الجميلة ليست دائما طيبة، ولكن المرأة الطيبة دائما جميلة. إذا تشككت في المرأة فلا تتخذ منها شريكة لحياتك، وإذا اتخذتها شريكة لحياتك فلا تشكك فيها. تكون المرأة سيدة بيتها عندما تشعر زوجها بأنه في حاجة دائمة إليها. ألقاب المرأة في مصر القديمة: ست يعني سيدة، موت يعني سنت يعني أخت، سات يعني ابنة، حمت يعني زوجة، مرت يعني حبيبة، كتت يعني طفلة، شرت فتاة صغيرة، وجعت يعني مطلقة. هنلاقي فيه تشابه شوية من كلماتنا العربية. لقبوها بقى فقالوا: عظيمة المحبة يعني عاتمرت، المشرقة كالشمس خات شو، سيدة النسيم حنوت ثاو، صاحبة الرقة نبت بنرت، عظيمة الاحترام أورت فاو، طاهرة اليدين عبت تاوي، سيدة البهجة حنوت نجم إيب.